انا بستغرب ان لسه في ناس بتشتريها من بره، وهي باسهل طريقه هتعمليها وانضف واحلى واوفر كمان في البيت. كفايه ان انت هتبقي ضامنه ان انت بتوكلي ولادك حاجه كده من ايدك، وضمناها انت اللي عاملاها. بصوا، اول حاجه كده انا معايا هنا فرخه 2 كيلو وشويه. بابتدي بقى إن أنا إيه، أنضّفها كويس جدًا وأغسلها وأعملها في محلول، باحط لها ليمون، وباحط لها ملح، وباحط لها كمان خل، وابتدي إن أنا أسيبها شوية في المَيّة وأصفّيها كويس جدًا في المصفى. بعد كده بقى أجيبها بقى وأفتّحها بالشكل ده، وهي زي ما أنتم شايفين كده متقطّعة على قطع صغيّرة علشان خاطر تستوي معاكِ كويس. لازم تفتّحيها كده علشان التتبيلة تدخل جواها كويس وكمان تستوي معاكِ. بعد كده بقى باجيب هنا طبق تاني واحط فيه مَيّة، باحط هنا معلقة من البابريكا، معلقة من التوم البودر والبصل البودر، باحط كمان معلقة صغيرة من الكاري، معلقة صغيرة من الشطة، باحط كمان مرقة اللي هي المرقة البودر، باحط كمان معلقتين صغيرين من الملح، وباحط كمان فلفل. دي كل البهارات اللي أنا حطيتها على المَيّة، مش قادرة أقول لكم بقى الريحة بتبقى عاملة إزاي. بعد كده بقى نزلت هنا بالفراخ بتاعتي، وزي ما انتم شايفين كده ان احنا خرمناها كويس جدا. بصوا، علشان تشرب معاكي التتبيله، عايزه بقى تاخدي يعني طعم وتست حلو او تشرب من التتبيله كويس جدا، اعمليها من بالليل او سيبيها قبلها بساعتين في التتبيله الحلوه دي. غطيتها وسبتها هنا من بالليل، كنت عاملاها بالليل، الصبح بقى اشتغلت فيها ساعة الأكل يعني. جبت هنا كيلو من الدقيق، حطيت عليه نفس البهارات اللي احنا حطيناها على تتبيلة الفراخ. بصوا، هبتدي بقى ان انا اقلب كل الدقيق بتاعي بالشكل ده، وطبعا لازم املحه، بحط كمان معلقة صغيرة مليانة كده من الملح. هقلب بقى الدقيق بتاعي كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بقى جبت الفراخ بتاعتي، وعايزة اقول لكم ريحتها تحفة، شاربة التتبيلة ما شاء الله. هوريكم دلوقتي النتيجة بتاعتها. ببتدي بقى ان انا ايه، اخد كده 3 قطع على قد حجم الصينية او الحلة اللي انت هتشتغلي فيها او الطاسة. اهم حاجة بقى ايدك ما بتلمس خالص الفراخ، بتبتدي ان انت تقلبي من تحت لفوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان تاخد معاكي التعريجات والقرمشة تبقى مظبوطة في الزيت بعد التسوية. اهم حاجة بقى بتجيبي اي حاجة عندك مصفى كده، وتبتدي ان انت تصفي الدقيق كويس جدا، وتجيبي تاني طبق فيه مية ساقعة، وتحطي بقى الفراخ بتاعتك، بتنزلي في الفراخ بتاعتك كده، تنزلي فيها، وبعد كده بتصفي المية تماما وتنزلي تاني في الدقيق. وبرضو مش بتلمسي خالص الفراخ، بتبتدي من تحت لفوق كده، ويعني زي 10 مرات كده تبتدي ان انت ايه، تغلفيها كويس جدا بالدقيق. بصوا انا بعمل ازاي من تحت لفوق كده. ولازم طبعا الزيت يكون كتير علشان خاطر الفراخ معاكي تستوي وتبقى حلوة وما تبقاش فيها اي حاجة. بصوا، بصوا خدت ما شاء الله التعريجات اللي انت عايزاها ازاي. بس كده لازم تنفضيها يعني تنفضيها لتحت كده تنفضتين حلوين كده، علشان خاطر تعمل معاكي التعريجات اللي هي بتاعة الفراخ الكنتاكي زي ما انتوا شايفين كده. والزيت بقى لازم يكون غزير في الحلة بتاعتك علشان خاطر تستوي معاكي كويس جدا. الأول بتسخّني الزيت كويس، والزيت بيكون لازم تنزل على زيت سخن علشان ما تفُكِّش الcover بتاعها معاكِ، وطبعًا علشان ما تطراش بعد كده، لازم تنزل على زيت سخن، وبعد كده بنهدّي النار بعد إيه، ما تنزل، يعني مثلًا 10 دقايق كده على زيت سخن، علشان هي أصلًا حجم الفراخ بتاعتي صغيّر، ولازم الزيت يكون مغطّيها بالشكل ده. بس كده بابتدي بقى بعد ما 10 دقايق بابتدي بقى إن أنا أغطّي عليها، أغطّي الحلة زي ما أنتم شايفين كده. كمان باسيبها 10 دقايق بعد التسوية، بتكون بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مش قادرة اقولك بقى الريحة والطعم عامل ازاي، وما شاء الله. هوريكي بقى التسوية بتاعتها المظبوطة. بصي بقى القرمشة بتاعتها عاملة ازاي. بصي ما شاء الله احلى من بتاعت بره. مش عارفة ازاي انتوا لسه بتشتروها من بره. بجد لو عايزاها بقى اللي هي سبايسي بقى، زودي الشطة. انا مزودة الشطة الصراحة في التتبيلة وفي الدقيق. بصوا ما شاء الله شكلها عامل ازاي. اعملي بقى كل الكمية بتاعتك بنفس الطريقة دي. مش قادرة اقولك لو قعدت معاكي اكبر وقت ممكن، يعني هتفضل بنفس القرمشة بتاعتها. لازم تنزليها على مصفى، اوعي تنزليها على مناديل، لا نزليها على مصفى. بصوا الشكل بتاعها عامل ازاي. مش عارفة ازاي بصراحة انتوا لسه بتشتروها من بره او بتروحوا تاكلوها بره يعني. سامعين بقى القرمشة بتاعتها.
بجد كل اللي داقها يعني مش مصدق إن هي معمولة في البيت مش مشرية جاهزة من برّه. بُصّوا بقى اللحم بتاعها عامل إزاي، بُصّوا الأصفر ده اللي هي التتبيلة، شاربة التتبيلة جواها ما شاء الله. بُصّوا مستوية والعضمة زي الفل واللحم بتاعها أبيض وطري مش قادرة أقول لكم تحفة. عملت جنبها شوية بطاطس كده وكاتشب بقى وألف هنا وشفا في ريحها، شوية رز أصفر، في ريحها مكرونة، براحتك بقى تاكلوها بالعيش بألف هنا. بُصّوا، بُصّوا اللحم بتاعها أبيض وطري إزاي، والله العظيم أحلى من بتاعة برّه بمراحل يعني. جربوها بنفس الطريقة دي إن شاء الله تعجبكم، أو لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليَّ بلايك وشير واعملوا متابعة للصفحة واشوفكم على خير، مع السلامة.